السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. النهاردة تعالوا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. نعمل النهاردة البوظة المصرية على اصولها كده زي ما انتوا شايفينها كده. يلا بينا بقى عشان اقول لكم المكونات. معانا هنا كوباية دقيق وكوباية سكر، وهنا كوباية ميه، بس هم 4 مش واحدة، ويكون كل كوباية مقاس واحد. معانا كيس خميرة وكيس فانيليا. هنستعمل كيس الخميرة دلوقتي وهنشوف بعد كده كيس الفانيليا هنحطه ازاي. معانا هنا حلة هنحط فيها كوباية الدقيق وكوباية السكر، بس في الاخر هنسيب منها ايه معلقة في الاخر كده. معانا هنا كوباية المية، ده واحد. الآلة التانية، ده التالتة، هذا الرابع. بصوا انا جايلكوا بكل الخطوات واحدة واحدة، علشان في ناس بتحبها قوي بس مش بتعرف تعملها، فاللي بقى اللي مجربهاش يقوم دلوقتي يجربها. هنا ناخد نص الكوباية نحطها مع التلاتة، ونص التاني هنحطه في البولة الفاضية دي. بعد كده هناخد كيس الخميرة هنفضيه عليها، نفضيه كده. بعد كده هنحط معلقة السكر اللي احنا كنا سايبينها دي، نقلبها كده ونركنها بقى على جنب، بس لازم تغطيها عشان تخمر كده مع نفسها. بعد كده هناخد بقى المقادير اللي احنا حطيناها في الحلة مع بعضها دي، هنقلبها على البارد خالص. لازم تقلبها خالص خالص، تدوب خالص، ما يكونش فيها اي دقيق، ما يكونش فيها اي حبيبات سكر، اي حاجة خالص. ندوبها كده، وبعد كده بقى هناخدها ايه على النار، بس الخميرة سيبها في جنب كده وغطيها. عايزاكم تصلوا على النبي وتحطوا لايكات كتير. احنا كده رحنا على البوتاجاز وحطيناها على البوتاجاز. لازم من اول ما تحطيها لحد ما تخلص لازم تقلبها علشان ما تتكتلش معاكي. تفضلي تقلبي فيها كده لحد ما تتقل، بس ما تسيبهاش تربط خالص. زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه بقى اللي ما جربش البوظه يقوم يجربها على طريقتي واشوف تعليقاتكم كده واشوف ايه رايكم. زي ما انتوا شايفين كده هتتقل اهي. بصوا فوائد البوظه دي حلوه قوي، حلوه للمعده وحلوه للقولون. تعملها لأطفالك جميلة جدا، عشان فيها طبعا خميرة ومفيدة. فعايزاكم تجربوها اهي، تقلت اهي. بعد كده هنطفي بقى عليها على البوتاجاز ونسيبها تبرد خالص خالص. هنا هي الخميرة خمرت اهي، وهنا اللي كان على البوتاجاز برد. نفضي دي على ده اهي. بعد كده نحط عليها كيس الفانيليا اهو، كيس الفانيليا ونفضيه عليها. بس لازم يكون اللي كان سائل ده يكون بارد خالص، والخميرة تكون خمرت زي ما انتوا شايفين كده. نقلبها كده، وبعد كده يا تفضيها في الخلاط وتضربيها، يا يضربها بالهاند بلندر. اللي ما عندوش هاند بلندر يضربها بالخلاط. زي ما انتوا شايفين كده هنضربها بالهاند بلندر.
بعد كده تاخدها تحطها في التلاجة، هتزيد معاكي وهتخمر كمان، يعني الاتنين كده بقى يخمروا مع بعض. تحطها في التلاجة يعني ساعة، ساعة ونص. ممكن عما تتغدي وتقومي او تعملي الغدا وبعد كده تاكلها بعد الغدا بقى جميلة، بترطب على القلب. فعايزاكم تجربوها. زي ما انتوا شايفين كده، اضربوها خالص 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 لحد ما يعني كده ما يكونش فيها اي تكلات ولا اي حاجة، والخميرة تخش في الدقيق والسكر كده. زي ما انتوا شايفينها كده كده طلعناها من التلاجة اهي. هنصب بردك واحدة قدامكم عشان اوريها لكم. بتتاكل ساقعة بتكون جميلة جدا. وعايزة اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ويوم جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أم ياسمين.